ناري البنات، الوصفه ديال اليوم خطيره في ازاله حروق الشمس. كتمص ديك الحراره ديال الشمس من الوجه، وفي نفس الوقت كتبيض وكتحيد التصبغات وكتفتح وكتحيد داك السمر وكتصلح حتى التجاعيد لانها كتجبد البشره. هاد الوصفه ديريها لاي مكان عندك شفتي تحرق بالشمس ما بقى فيه ما يتشاف، ايديك، عنقك، رجليك، كتافك، بلاصه اللي شفتيها تشوطات بالشمس ديريها لها، ومن اول استعمال غادي تشوفي البشره ديالتك رجعت كيف كانت بحال ما خرجتيش نهائيا. وصفه خطيره في التبييض، جربيها على حسابي. اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. يا اختي الصيف على الابواب، وكيف كتعرفي كنخرجوا كنمشيو لابيسين كنسافروا، كترجعي البشره ديالتك محروقه بالشمس، حمراء، خصوصا البشره الحساسه كتكرفس في فصل الصيف. الماسك اولا الوصفه اللي غنعطيكم اليوم خطيره في علاج حروق الشمس، ما كتخليش حروق الشمس نهائيا في البشره، كديريها البشره ديالتك بحال ما خرجتيش، البشره ديالتك كتبدل، زائد كتفتح وكتشد البشره. ديريها على اي مكان شفتيه تحرق عليك بالشمس، سواء وجهك، عنقك، ايديك، كتافك، رجليك. ديريها للوليدات الصغار، الحوامل، المرضعات، ما عندهاش اضرار جانبيه نهائيا. كتمص داك الاحمرار ديال الشمس كتحيدو، كنقول لك بحال غديريها بحال ما خرجتيش نهائيا، والبشره ديالتك كتفتح وكتبيض وكتعالج حتى مشكل ديال التجاعيد. وصفه خطيره خاصها تكون عند كل وحده، تكون عندها في المنزل ديالها، لان الصيف دابا والبشره ضروري خاصك تهتمي بها، ماشي حتى يفوت الصيف عاد باش تبداي تعالجي فيها، لا، خاصك تعالجيها اول باول باش هكا كتحافظي على البشره ديالتك. وبلا ما نطول عليك خليكي معايا وتبعي معايا النصائح اللي غنعطيك في هذا الفيديو باش ان شاء الله البشره ديالتك تزيان وترجعي اختي باللاره، واخا تكوني محروقه وعندك تصبغات غترجعي تشكريني وترحمي لي الوالدين. خليكي معايا. بالنسبه للوصفه اللي غنعطيك ديال المكعبات اللي غتحتفظي بهم في المجمد غيكونوا جاهزين عندك. غتحتاجي حبوب الشاي الاخضر اتاي اللي كتشربي، سواء شعره او لا اتاي الاخر، غتاخدي منه معلقه وحده ديريها في كاسرونه وتضيفي عليها جوج معالق كبار ديال بذور الكتان. اتاي كيخفف حروق الشمس، كيجبد البشره، كيرطبها، كيغذي البشره، كيعطي نضاره، كيأخر الشيخوخه المبكره، كيقضي على الهالات السوداء وانتفاخ تحت العيون، كيصغر المسام وكيحيد حتى الحبوب. غنضيفوا عليه كاس كبير وغنديروا كلشي في البوطه حتى كيغلى، حتى ديك بذور الكتان كتخرج لينا داك اللوجيل اللي كيرطب البشره وكيوحد اللون ديال الجلد وكيعطي نضاره وكتحمي البشره من التجاعيد المبكره وكتعزز انتاج الكولاجين. صافي الغزالات ديالي، من بعد ما كتطبخ وكطلع داك لوجيل ديالها كتاخدي شي صفايه اولا شي لعبه وكتصفي المكونات. جيل بذور الكتان كيشد البشره وكيحارب التجاعيد، وفيه مواد وزيوت مرطبه طبيعيه اللي كتحارب الشيخوخه المبكره. هاد المكعبات هادو بغيت اي وحده كتفرج فيا ما يخطاوكش اختي من المجمد، لانهم كيحيدوا التصبغات، الانتفاخ تحت العيون، الهالات، الحروق ديال الشمس، وفي نفس الوقت التجاعيد، كيخليو البشره رطبه غزاله. هاد المكعبات ما يخطاوكش لانهم خطيرين للبشره، هاد المكعبات خطيرين البنات. وبالنسبه للباقي ما ترميوش، احتفظوا به في الثلاجه. الا شفتي السواد تحت عينيك، شفتي العينين ديالك تحتهم فيه كاين سواد، خليهم حتى يبردوا وحطيه تحت، ديري بحال الماسك تحت الاعين ديالك. المهم من بعد ما كتاخدي تجي البذور الكتان كتحتفظي بها على جنب. كتاخدي بطاطا شديتها غسلتها مزيان خليتها بالقشره ديالتها وحكيتها في الحكاكه الرقيقه. البطاطا البنات راش غنقول لكم راه غنيه بمضادات الاكسده اللي كتفتح البقع الداكنه، السمرار ديال الجلد. الماء ديال البطاطا كيخلصك من الهالات السوداء، الخطوط الضائعه، كترطب البشره، كتعالج حروق الشمس، كتوحد اللون ديال البشره، التصبغات. غزاله الماء ديال البطاطا كتاخدوه كتصفيوها، ممتازه رائعه بزاف. هاد المكعبات لاول مره وحصريا غتلقاوهم في اليوتيوب عندي انا، لانه فعلا البنات راه كنجيب لكم وصفات من القلب ووصفات زوينه. ولا ما نجحوش معاك اختي الغي الاشتراك ديالك من القناه عندي، ما تبقايش اختي ديري وصفاتي وما تبقايش تفرجي فيا، بلوكيني من تليفونك، ما بقاش نطلع لك، لان الحمد لله اللهم لك الحمد وصفاتي ناجحين بشهاده المتتبعات اللي كيجربوا وصفاتي. صافي الغزالات ديالي، من بعد ما كتاخدي داك الماء ديال البطاطا كتضيفيه على داك جيل بذور الكتان وحبوب الشاي وكتخلطيهم مزيان حتى كيتخلطوا كينسجموا مع بعضياتهم. هاد المرحله هادي خلطي حبيبتي مزيان، خلطي حتى كيولي الخليط عباره على سائل واحد. هاد المكعبات اول ما غديرهم على البشره ديالتك انا متاكده غتقولي لي سيري ناديه الله يرحم لك الوالدين على هاد الوصفه الخطيره.
صافي. وغناخذوا دوك المكعبات اللي كيكونوا عندنا في المجمد اللي كديروهم في المجمد وغتديري فيهم الوصفه وغتحتفظي بهم في المجمد. مشيتي اختي للسوق، مشيتي لابيسين، مشيتي للعصاريه، مشيتي للبحر، سافرتي، جيتي دخلتي للدار، البشره ديالتك سخونه محروقه تحرقات لك بالشمس، غتجبدي اختي المكعب وغدوزيه على البشره ديالتك وغتقولي سيري يا ناديه الله يرحم لك الوالدين في هذا النهار، لانهم فعلا الناس كيبردوا على البشره، كيمصوا ديك الحراره ديال الشمس رائعين، وفي نفس الوقت كيرطبوا البشره وكيجبدوها. خطيرين هاد المكعبات. صافي غنحتفظوا بهم في المجمد. ودابا ان شاء الله غندوزو للوصفه. الا كانت عندك البشره محروقه مكرفسه تشوطات بالشمس، مشوطه، ملي كنقول لك مشوطه، تبعي معايا هذا الماسك اللي اول حاجه غنحتاجو غتاخدي واحد الطويسه، غتاخدي واحد المعالقه كبيره ديال الدقيق الابيض الفارينه. الدقيق انا راه كنستعملو، البنات كنحطوه في المجمد ديما عندي. علاش؟ الا قدر الله طار عليا الزيت، تخوى عليا الماء سخون، فران حليتو، كنجبد شي طاوه تحريض كنخلطو مع الماء بارد اولا الحليب وكنديرو مباشره، راه ما كيخليش نهائيا بحال ما تحرقتي ما حتى شي حاجه. والدقيق راه زوين، كيفتح البقعه الداكنه، كيمتص الحراره من الجلد، كيرطب البشره. وغناخذوا معلقه كبيره ديال السمسم الزنجلان اللي كطحنوها حتى هي، لان الزنجلان اولا الزيوت اللي كتكون في الزنجلان كتعالج حرق الشمس، كيتعتبر واقي طبيعي، كيرطب الوجه، كيحمي البشره من الالتهابات، كيعطي نضاره، كيحيد البقع الداكنه. غتاخذوا هاد جوج مكونات ويكونوا باردين. خذي تقريبا واحد رابعه ديال الزنجلان، طحنيها وديريها في واحد العلبه وديروها في المجمد. والدقيق خلاص راه خاصو يكون عندك، لان انفو كتدخلي من الزنقه مباشره اولا من البحر كتدخلي كتخلطي الوصفه، كيكون عندك هاد المكونات واجدين، كتخلطيهم وكديريهم باردين، كيمصوا داك السمر كامل من البشره. صافي وغنخلطوهم باش بالحليب يكون بارد. علاش؟ الوصفه كلها خاصها تكون بارده باش كتبرد علينا ديك الحراره. المهم غزالات ديالي. وبالنسبه للحليب راه زوين حتى هو، كيمتص الحراره، كيهدئ البشره الحساسه، كيرطب، كيفتح الجلد. وهذا هو الماسك ديالنا، ماسك خطير من اول استعمال غديريه غتشوفي واحد التبييض، غتشوفي واحد النضاره مع المداومه. الا عندك حتى البقع السوداء اولا عندك تصبغات وبقيتي كداومي على هذا الماسك راه ما كيخليهمش نهائيا. المهم الغزالات ديالي من بعد ما كتدخلي من الزنقه اولا كتدخلي من المسبح اولا كتدخلي من البحر كتطبقي المكونات مباشره، كتكون بارده، يعني البشره كتكون سخونه طيبه، وكتطبقي لها هاد المكونات. هذا خليكم معايا باش غنشرح لكم طريقه الاستعمال ديال دوك المكعبات الخطيرين اللي شاركت معكم، طريقه كيفاش تستعملوهم. وهذا الماسك غتخليه ما بين 20 حتى ل 25 دقيقه وكتغسليه. خليكم معايا وما تنسونيش من جيم او بارطاج الفيديو. المهم غزالات ديالي. وبالنسبه للباقي ديال الماسك غنحتفظ به في شي علبه وغنحطه في الباب ديال الثلاجه. وبالنسبه للماسك غنخليه ما بين 20 حتى ل 25 دقيقه وغنغسلو غير بالماء، ما تغسليه لا بصابون لا بحتى شي حاجه. وبالنسبه للبنات اللي كتكون البشره ديالتكم محروقه باشعه الشمس، انا وصيك واحد الوصيه، ممنوع منع كليا انك ديري الكيس للبشره ديالتك، تحكيها بالكيس اولا ديري التقشير، ما تقشريهاش نهائيا وما ديريش الكيس. ديري ماسكات بحال هكا ديال حرق الشمس وخليهم حتى يقربوا ينشفوا، ما تخليهمش حتى ينشفوا على البشره ديالتك، خلي ما بين 20 حتى ل 25 دقيقه وغسليه. وبالنسبه للماسكات الطبيعيه كنقول لكم ديروهم في فتره المساء، هذا ديري في اي وقيته عندك بالنهار. الوقت اللي دخلتي من الزنقه بشرتك محروقه طبقيه على البشره ديالتك وما عندك مناش تخافي. ملي تغسليه وجاتك شي خرجه اخرى خرجي ورجعي طبقيه مره اخرى، ما تخافي ما حتى شي حاجه. ممكن ديريه كل نهار، لان بذور السمسم واخا كتغسليها الزيوت اللي كاينه في بذور السمسم كتعتبر واقي شمس طبيعي، يعني ما تخافيش نهائيا. المهم غزالات ديالي غنخليه 20 دقيقه وغنغسلو وغنكمل معاكم، خليكم معايا. بالنسبه ملي كتغسلي وجهك غير بالماء فقط، ما كتغسلي لا بصابون لا حتى شي حاجه، ضروري البنات من هاد المكعبات تصوبوهم وتحتفظوا بهم في المجمد يكونوا عندكم. انفو كتدخلي من الزنقه كتدخلي البشره ديالتك محروقه بالشمس، كتاخدي واحد المكعب وكدوزي غير هكا خفيف دغيا على البشره ديالتك بحال هكا، كيعطيكم ترطيب، كيحيد لكم ديك الحروقه ديال الشمس، كيحيد لكم الهالات السوداء، التجاعيد. رائع. البروده حتى هي راه كتبرد على البشره، حيت باردين من المجمد كتبرد. خطيرين هاد المكعبات هادو. صافي كدوزي بحال هكا على البشره ديالتك بسرعه، ما كتخليش في مكان واحد بحال هكا، راه ترطيب عالي بزاف بزاف. هاد المكعبات كنوصي اي وحده ديرهم تصاوبهم
وتحتفظي بما اختي في المجمد. مشيتي للسوق، مشيتي لابيسين، للبحر، جيتي سافرتي، جات بشرتك محروقه مكرفسه، ديري لا اختي هذا المكعب هذا هكا دوزيه على البشره ديالتك. دغيا يا البنات دغيا، رائع بزاف في الترطيب. هذا ما خصوش يخطا حتى شي وحده، ديروه على حسابي، غزال بزاف. البنات شوفوا واحد الترطيب عالي بزاف، كيحيد الهالات السوداء، كيحيد التصبغات، كيرطب البشره. الا عندك المسام مفتوحه كيضيق المسام. الماء ديال البطاطا اللي درنا فيه كيفتح كيبيض، زوين. خاص اي سيده تكون عندها في المجمد ديالها. صافي من بعد ما غنخليه تقريبا واحد 30 دقيقه على البشره ديالتي، صافي غتغسلي البشره ديالتك وغتشوفي البشره ديالتك كيفاش نورات. غزال رائعين هاد المكعبات هادو، غديروهم وغتقولوا لي شكرا لك ناديه بزاف عليهم. المهم الغزالات ديالي غنخليهم نص ساعه وغنغسل وجهي، وان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد وفي وصفه جديده. وبوسه كبيره ومع السلامه.